السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعات قناه هناء شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم وانتم بخير وعلى خير واحوالكم جيده. كي دايرين مع هاد المرض اللي انتشر. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليدات المسلمين اجمعين يا ربي، والله يبعد علينا وعليكم البلا. ما تخلعوش بزاف وما تبقاوش تفرجوا بزاف في الفيديوهات اللي كيخلعوا. ما ديروش بحالي، انا تفرجت شويه في يوتيوب صراحه نفسيتي تهرسات وبقيت غير خايفه غير مخلوعه. حاولوا انكم تبعدوا شويه من هذاك لي فيديو اللي غادي يزيدوا غير يقهروكم، والوقايه خير من العلاج. حاولوا تبخروا شويه الدار بشويه ديال الشيح، شويه الزعتر، شويه العزير، وردوا البال وليداتكم من القهوه وصافي، وردوا لهم البال من البرد، والله يشافي الجميع يا ربي. المهم البنات، هذه غير كتقديم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما قلت لكم هذا الفيديو في الصراحه قديم، مصور قديم وما جاتش الفرصه. كل مره كنقول غنحطو ما جاتش الفرصه. اليوم ان شاء الله كتاب باش غادي نحط لكم الفيديو، غادي نشارك معكم جوله في مطبخ صديقتي صاحبتي، في جوله في مطبخ ديال فاطمه الزهراء صاحبتي فاطمه. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عند حسن ظنكم. كنتمنى ان المطبخ ديالها يعجبكم. خليو لي التعاليق ديالكم الاسفل، كيعجبني نقرا التعاليق ديالكم صراحه، هما اللي كيشجعوني وكيحمسوني باش نصور فيديوهات جديده. المهم انا غادي نحط لكم الفيديو، غادي تشوفوا جوله. المهم الا كانت شي حاجه اللي غادي تستحق يعني الشرح غادي نشرحها، وغنخليكم هكا مع الفيديو تشوفوا الجوله في المطبخ. وكنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. المهم خليو التعليق ديالكم والاراء ديالكم. الا بغات هكا شي حاجه تبدل ولا شي، المهم قولوا الاراء ديالكم. فاطمه الزهراء غادي تقرا التعليق ديالكم كاملين، وباش ما يجيني شي تعليق الاسفل ولا يقولوا لي كتصوري ولا شي حاجه. المهم غير باش هكا للتوضيح، باش هكا نسدوا داك القوس. فاطمه الزهراء هي اللي قالت لي يعني حطي الفيديو كيف ما نادى حتى هي فيعني بيناتنا ما كاينش هذوك الحزازات، غير باش نوضح. وان شاء الله فاطمه الزهراء حاولوا تقنعوها في التحت في الكومونتير باش ان شاء الله ملي تسالي القرايه ديالها ترجع للقناه ديالها وصافي. المهم لا يوفق الجميع. وخا الصراحه اليوتيوب ما بقى فيه ما يعجب، بلا ما ندخل في هذاك الموضوع، داك الموضوع خصو فيديو بوحده المهم البنات دابا غادي نخليكم مع الفيديو. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. كيف ما قلت لكم خليو التعليق في صندوق الوصف باش غادي نقراهم انا وفاطمه الزهراء الا كاين شي اقتراح ولا شي تغيير ولا. المهم هذا الفيديو البنات باش تاخذوا افكار، فيديو فيه افاده، يعني غادي تحاولوا بحال كاينين بزاف ديال الحويجات اللي ممكن انكم تانسبيراو منهم. هو مطبخ بسيط راكم عارفين ديالو الكرا، ولكن ممكن انكم يعني تشوفوا التغييرات اللي دارت هي ويفيدوكم. وممكن انكم نتوما تفيدوها تقولوا لها شي حاجه تغيرها ولا، يعني ماشي فيديو غير هكاك وصافي. المهم البنات هذا هو المقصود. انا شحال كنحرك يديا المهم سمحوا لي. صافي دابا غادي نخليكم دابا مع جوله في المطبخ باش ما نكثرش عليكم بلا بلا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات الجايه. المهم دابا غادي المهم الا احتاجت شي حاجه الشرح راه غادي نشرحها لكم في الفيديو. يلا البنات دابا ندوزو باش نشوفوا جوله في المطبخ. هنا البنات في الدخله ديال الكوزينه. صراحه الكوزينه هي عندها محلوله، ما جاياش يعني ما عندهاش الباب محلول على السيجور. دايره هنايا في الدخله دايره هاد لا فارماسي هكا كتحط فيها الدوايات ديالها وداكشي. المهم حتى هي زوينه، يعني الناس نتوما غادي تاخذوا افكار وانتم فيدوها الا كانت شي حاجه اللي ممكن انكم تقولوها لها في لي كومونتير. فهنا هذا الباب ديال لاكور، دايرين باب ديال الحديد هكا لاكور حتى هو متيسع وزوين. المهم البنات غادي تشوفوا هكا، غادي ندير لكم واحد التور هكا خفيفه على الكوزينه كامله باش تشوفوها. بالنسبه حتى لهذوك الطاجيرات انا بغيت نهضر ونقول لكم عليهم، حتى هما زوينين البنات، كيزيدوا واحد الجماليه للمطبخ. وممكن انكم يعني حتى ليسباس كتربحوا ليسباس كتلقاو فين تحطوا شحال من حاجه ديكوراسيون ولا قريعات ولا ديال القريعات اللي كتنظموا فيهم شحال من حاجه. هي بما ان ما عندهاش ليسباس يعني فين غادي دير المؤونه ديالها وداكشي، هي خدات هاد اللعيبه هذه ديال البلاستيك، هاد المجوره خدات غير صغيور، ما شدلهاش ليسباس بزاف، غير كيبان لكم هكا في الكاميرا كبير، ما شدش ليسباس بزاف. وكتحط فيه هكا داكشي اللي كتقدا كل شهر. هنايا حاطه هذيك الشبيكه ديال الماعن. المهم غير كتخلي فيها المعينات اللي كيكونوا قراب لها. وهنايا اكدت عليا باش نقول لكم على هاد اللعيبه هذه اللي كتحط كتعلق هكا في الثلاجه طاحت لها. المهم يعني هكا كتكتب فيها شنو بغات تطيب غدا، باش هكا كتكون الصباح عارفه شنو عندها. صراحه ملي كتكونوا عارفين شنو غادي ديروا غدا اولا البروغرام اللي عندكم غدا، شنو عندكم في الثلاجه، شنو خاصكم شنو ما خاصكم، ما كتنساوش.
والصباح كتنقصوا عليكم شحال الوقت، شحال من وحده كتفيق الصباح وتبقى تفكر شنو غنطيب شنو غندير شنو. فإلا كنتي كتبتي يعني وجدتي وبروغراميتي راسك ما كتبقايش طيحي في هذاك المشكل نهائيا. هنايا حاطه الطبليه ديالها وصافي. المهم نتوما البنات غادي تشوفوا هذوك لي طابلو ديال صغيورين هكا بحال ديكوراسيون في الكوزينه، حتى هما عاطين واحد المنظر زويون. يعني البنات باشياء بسيطه كتزيد واحد الجماليه للكوزينه ديالكم وباش ترتاحوا فيها فاش تدخلوا لها وانتم كلكم طاقه ايجابيه وتعطيو كاع داكشي اللي عندكم. هكا الواحد يدير داكشي اللي كيعجبو في الكوزينه ديالو. هنايا دايره هاد لا صاله مونجي غير صغيوره، جوج كراسه، ما شاداش ليسباس بزاف. راكم عارفين لي صاله مونجي في الكوزينه كيهنيو بزاف. ملي كتبقاي تاكلي في الكوزينه كتبقى عندك الروينه غير في الكوزينه والدار كتبقى نقيه. صافي هنايا دايره الكويزينيه لا مارك اللي داير ما عرفتش واش بانت لكم ولا لا، المهم الا بغيتو تاخذوا فكره وصافي. هنا معلقه كاع داكشي اللي غادي تحتاجوا طيب به باش كيجيها قريب، ما كتبقاش هكا تحط كلشي بعيد. حاطه العطريه حداها وحاطه حتى هذوك اللي كتحرك بهم داكشي، يعني كيبقى لها قريب الزيت الملح وهذوك اللعيبات، دوك القريعات صغيورين حتى هما زوينين. كانوا راهم كانوا في مرجان كتار. اللور دايره هذوك العطريه ديال البيتزا، العطريه ديال الكفته، العطريه ديال الدجاج، الثوم. المهم حطاهم حداها. دوك المنسمات صراحه كيزيدوا واحد اللذه رائعه الاطباق ديالنا. وصافي البنات غادي نخليكم، يعني الا كانت شي حاجه اللي نقدر نهضر فيها غادي نقول لكم، يعني الا كانت شي حاجه اللي تبغي تفسير غادي نفسرها ان شاء الله، وغنخليكم مع الفيديو. هنا البنات في هاد الطاجيره هذه صراحه راهم كبار، كيبانوا لكم راهم كبار وكيهزوا عراض شويه صراحه وزوينين والله العظيم. الا بغيتو ديروهم زوينين، انا شخصيا عجبوني. غير هاد الدار محال نقدر نقص فيها بزاف داكشي باش ما بغيتش نبقى عاد حفر وعاود. راكم عارفين البنات الرحيله راه فيه تماره. هنا البنات هادو حطاهم هنايا، حاطه هاد اللعيبات. بغيت تشارك معكم هاد الفيتامين او هاد المكملات الغذائيه اللي كتاخد زوينين. كدات عليه زعما باش نشاركهم معكم، يعني هكا الا كان شي حد اللي بغاهم بالنسبه هكا للشعر، بالنسبه اللي يعني كيقويو يعني الشعر الظفار. المهم مكملات غذائيه او فيتامينات هي شاركتهم معكم. بالنسبه للابو للشعر وهكا والضفيرات فهم زوينين بزاف. اللي بغا ياخذوا راهم غير مكملات غذائيه، يعني ما تخافوش منهم، غير فيتامينات، يعني الا ما ضروا الا ما نفعوكش ما غاديش يضروك وصافي. هنا حاطه ديك الشبيكه ديال الديسير حتى هي جايه زوينه، المنظر ديالها زوين. وهنايا حاطه داكشي ديال العصاره الليمون فاش كطحن، يعني حطاهم حدا البريز باش هكا كيجيوها ساهلين وحطاهم حداها. ودايره هاد المجوره راكم عارفين ما كاينش شي كوزينه وقيله مغربيه ما فيهاش هاد المجوره ديال المعالق والفراشط وكلشي كيكون قراب، كلشي كيكون قريب لك حدا يدك. وهاد الطويجنات زوينين هكا ديكوراسيون شي حاجه مغربيه التراث المغربي الاصيل. المهم البنات هذه هي الكوزينه زويونه خفيفه ظريفه. المهم حتى الفوق راكم كتشوفوا هذاك الشيء اللي حاطه، يعني الماعن اللي ما كتحتاجهمش بزاف، حطاهم في البلاكار الفوق حتى كتحتاجهم وكتجبدهم، وكما قلت لكم داك الشيء اللي كتحتاجو كتحطوا حداها قريب لتحت.
وهنايا فوق المصبانه راه كتوريكم هنايا هذا الرمان الكارم اولا رمان يابس كتحتاجوا هكا الوصفات ديال الشعر، وهذه حطها حتى وحدها. وهنايا حاطه العجانه فوق المصبانه، قلت لكم ما كتخدمهاش بزاف داكشي علاش حطاها فوق المصبانه، حتى كتبغي تخدمها وكتحطها في البوطاجي. وهذه الشبيكه هما لا يعرفوها ديال الديسير وحاطه فوقها السرابت. المهم البنات هذه هي الجوله في المطبخ، كنتمنى ان المطبخ ديال فاطمه الزهراء يكون عجبكم، خليو لها التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايه. بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف.